نعم تفضلوا في سؤال، تفضل. الأخ طالب من البصرة، تفضل نقرأ الحديث يا أخ طالب، تفضل. تفضل أخ طالب، تفضل. سلامي لك يا شيخنا العزيز. يحفظك الله ويسعد أيامك. القوات التركية تدخل في الموصل؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، هل القوات التركية تهيأت إلى معركة غرغيزية؟ وشكرا. طيب إن شاء الله نجاوبك يا سيد، الله يعزك ويرعاك. على أي حال قلبنا عندكم، والله ينصركم إن شاء الله عليهم، والله إن شاء الله يوفق الحكومة عندكم أن تعالج حالات الجبن والخيانة اللي تظهر في بعضهم وتأثر علينا بكثرة الشهداء وبعض الانتصارات الجزئية لأولئك. الجو العام الحمد لله الانتصارات لكم، الله يحفظكم ويرعاكم. ونعم أنا أعتقد أن كل الأمور تتجه لما ذكرته، أنه المعركة الموعودة في قرقيسيا معركة بين جبارين، وأنه الله عز وجل يمنعهم النصر وينزل عليهم الصبر، وكل التركيا لابد أن تدخل فيها. وهؤلاء الأكراد اللي ساعدوا داعش على دخول الموصل، البرزاني هو ونجيفي كانوا أركانا في مساعدة، قالوا لازم يصير إقليم سني، يعني إقليم الداعشيين. المهم أنه هؤلاء أيضا طرف، وإن كان أكثرهم مظلوم الأكراد، ليس مثل الأتراك. المهم نعم يا أخ طالب، الأمور تتهيأ في قرقيسيا لمعركة قرقيسيا، وإن شاء الله تهزموهم من العراق، ويحتاجهم معركة قرقيسيا ويسحبهم صاحبهم. نعم.